السلام عليكم. شفنا تعادل منتخب مصر مع منتخب موزمبيق 2-2، تعادل يعني بشق الانفس، تعادل بطعم الخساره منتخب مصر. تعادل انا من وجهه نظري منتخب مصر لا يستحقه، لان منتخب مصر لعب بتراخي وبدلع وبتعالي وكل حاجه انت عايز تقولها، سواء من المدرب او من اللعيبه. تقريبا هي نفس التريكات والحاجات اللي اتكلمنا فيها في مباراه تنزانيا، وقلنا ان الحاجات دي لازم المنتخب يتفاداها في مباريات افريقيا، هي اللي حصلت. يعني خلينا الاول نتكلم على التشكيل كان متوقع بشكل كبير. الشناوي كان موجود، وشفنا الرباعي سواء هاني او حجازي عبد المنعم ومحمد حمدي اللي عليه علامات استفهام كبيره جدا من ادائه النهارده، هنتكلم عليها بالتفصيل. بعد كده كان عندنا النني، واللي قلنا يا جماعه النني ما ينفعش يبدا اساسي على حساب مروان عطيه، النني ما بيعرفش يلعب رقم 6، النني رجله مش في الملعب، النني ما بيهنش نفسه على الكوره. مش هنشيلها للنني يعني، بس انا بقول لك الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها. قلنا مروان عطيه فت اكتر، الراجل بيلعب بس على طول مع النادي الاهلي، الراجل رجله في الملعب بشكل كبير، بيهين نفسه على الكوره. وقلنا المباريات دي عايزه لعيب بالبلدي كده بيهين نفسه على الكوره، لعيب يعني لعيب رقم 6، لعيب اللي هو ورا الاربعه مدافعين بيكون هو ثابت على طول. نني ما بيعرفش يقوم بالادوار دي، ما اعرفش برده تصميم فيتوريا على ان نني يقوم بادوار رقم 6 ليه، مش عارف. وكان قدامه احمد سيد زيزو وحمدي فتحي، وبعد كده الثلاثي الهجومي اللي احنا اتكلمنا عليهم الاساسيين ما فيهمش مشكله، سواء محمد صلاح ومصطفى محمد وتريزيجيه. فالتشكيل كان برده في حاجات زي ما احنا قلنا تريكات صغيره، ولكن التشكيل كما هو متوقع. يعني الراجل برده ما فتاش كتير في التشكيل. مباراة بدأناها بشكل جيد جدا، في أول دقيقة أو 20 ولا 30 ثانية جبنا جون. مصطفى محمد بصراحة جون، يعني أنا حسيت عماد متعب في الملعب، اللفة بالدوران بالشوطة اللي على المغمض دي بتاعت عماد متعب. فبصراحة يعني شابول مصطفى محمد الوحيد اللي تحس إن هو كان يعني إيه عنده دم وغيرة على التيشيرت شوية، كان هو مصطفى محمد بصراحة، الوحيد اللي حسسنا بصراحة إن يعني لسه في راس حربة في مصر. يعني الكوره زي ما شفنا محمد حمدي رفع الاوفر، جلت من صلاح، بعد كده راحت مصطفى محمد حطها على المغمض بعد دوران 10/10. انا بجد حسيت عماد متعب موجود في الملعب. طيب بعد الجون مسكنا كوره بتاع 10-15 دقيقه وتمام، وقلنا خلاص ده الماتش ده هيبقى، انا والله قلت كده، قلت هيبقى رساله لافريقيا كلها، احنا يا باشا جايين ناخد البطوله من كوت ديفوار، انت جاي تهرج. ماشي. المهم يعني ايه اللي حصل عكس كده تماما. يعني اللي حصل بعد 10-15 دقيقة من بعد الجون، شفنا تراخي كبير جدا من لعيبه منتخب مصر، تحس ان خلاص ان هم ضمنوا الماتش. منتخب المعلمين، انا مصمم هسميه من هنا ورايح منتخب المعلمين لو فضل بهذا السوء. كلهم معلمين يا باشا، كل لعيبه نص الملعب عايزه تشوط، زيزو كل كرة تجيله يشوط، النني كل كرة تجيله يشوط، حمدي فتحي نفس الكلام. بص اي حد عايز شوط شوط، امام عاشور جات له شوط، فاهم؟ لو اي حد في نص الملعب عايز شوط، في حين بقى ان احنا ما بنقولش اصلا بعدهم نص الملعب خالص. بعد كده شفنا المباراه مشيت طبعا، ابتدوا هم واحده واحده يخش في اجواء المباراه. وبصراحه انا بحيي منتخب موزمبيق، منتخب يعني ادى بشكل رجولي كبير جدا قدام منتخب مصر، قدر ان هو يحرج منتخب مصر النهارده. المباراه دي المفروض انها المباراه الاسهل في البطوله، او المباراه الاسهل في الدور. انت عندك بعد كده غانا يوم الخميس اللي جاي، وبعد كده عندك الراس الاخضر. فموزمبيق المفروض يعني ان هو كان يبقى حصلت المجموعه، بس باللي احنا شفناه ده لا. على حسب هو هيأدي بقى قدام الفرق التانية بنفس الاداء ده ولا لا. بس بعد كده شفنا الاداء بتاع منتخب مصر تراخي كبير جدا، سمحت لهم يخشوا بالكوره بشكل كبير. استاذ محمد حمدي يعني مع كامل احترامي ليه، بس انا شايف ان فتوح افضل. ما عندكش الرفاهيه كتير جدا في مركز الباك الشمال في مصر، سواء محمد حمدي او فتوح. انت تخيل انت فتوح اللي بقاله فتره ما بيلعبش ورجليه مش في الملعب، انت واخده معاك عشان ما عندكش باك شمال تاني في مصر. محمد حمدي مع كامل احترامي ليه، لكنه عنده مشاكل دفاعيه كتير جدا. هو على المستوى الهجومي كويس، لكنه على المستوى الدفاعي شفناه كان هلابس الشناوي في جون، شفناه معظم الهجمات اللي كانت موجوده على منتخب مصر كانت من ناحيته. على المستوى الهجومي هو كويس، ما حدش يقدر يلوم الراجل على المستوى الهجومي، لكن على المستوى الدفاعي عنده غلطات رهيبه جدا ومشاكل في التغطيه كتيره جدا، وباين قوي ان في عدم انسجام كتير قوي كمان في التغطيه الدفاعيه بينه وبين تريزيجيه. يعني تحس ان التغطيه الدفاعيه بين الاثنين مش متقسمه، مش تريزيجيه ما بيرجعش يدافع معاه. شفناه حتى في الكوره اللي كان منها الهدف الثاني منتخب موزمبيق، تراخي كبير جدا، محمد حمدي عمال بيحلق على الكوره وتريزيجيه ما بيرجعش معاه اصلا، ما اعرفش فيه ايه.
المهم الشوط الاولاني خلص 1-0 لمنتخب مصر. طبعا خلاص المنتخب تحس ان هو خلاص ساب الكوره، يعني فاهم، احنا خلاص يا جماعه احنا هنكسب 2-3 صباح الفل واقل مجهود وبتاع وتمام وزي الفل. والراجل تحس ان فيتوريا نفسه حس كده. الشوط الثاني ينزل، يمكن منتخب مصر لو كنا بنقول عليه سيء الشوط الاولاني مع تقدمه بهدف، فهو في الشوط الثاني زي الزفت. يعني منتخب مصر ما جاش الشوط الثاني، منتخب مصر كان بيلعب سيء جدا الشوط الثاني. يعني منتخب مصر لو هنتكلم بامانه بما يرضي الله، هو لعب ايه في الماتش؟ لعب اول 10 دقائق في الماتش واخر 10 دقائق في الماتش بس. ال70 دقيقه اللي في النص ولا 80 دقيقه بحيث ان الحكم حسب حوالي 10 دقائق وقت بدل ضايع، اقسم بالله العظيم منتخب مصر كان منتهى العشوائيه اللي في الدنيا. ما اعرفش فيه ايه، يعني كنا بنتكلم حتى على المستوى نص الملعب. نص ملعب منتخب مصر فيه مشكله كبيره جدا، وللاسف المشكله دي يتحملها فيتوريا، وللاسف برضو المشكله دي هي واحده من اسباب خساره منتخب مصر النهارده. محمد النني رجله مش في الملعب. محمد النني قلنا هيبقى بديل ممتاز جدا. محمد النني ما ينفعش يؤدي ادوار اللاعب رقم 6. اللاعب رقم 6 ده اللي هو بالبلدي كده مروان عطيه، حسام عاشور، اللي هو اللاعب اللي قدام الاربعه المدافعين، المسمار اللي في النص بلغتك بالبلدي كده، يعني المسمار اللي في النص. النني ما عرفش يقوم بيه خالص. النني ما بيقدرش يقوم بالادوار دي تماما. انت حاطه في دور رقم 6 ليه؟ انا مش عارف بصراحه. عشوائيه كبيره جدا في نص ملعب منتخب مصر. حمدي فتحي تحس ان هو تايه، شاط كور كتيره جدا برضو كلها في المدافعين، يعني برضو ما فيش حاجه فيها بتعدي. زيزو ما اعرفش نفس الكلام برضو، بحس ان هو حاسس ان هو النهارده تايه، ما حسيتوش باي بصمه النهارده. برضو عارف اللي هو ايه، عمال يشوط من اي حته في الملعب دب 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 وخلاص. ما اعرفش بس انا كنت شايف ان الادوار الدفاعيه النهارده لمنتخب مصر او لنص ملعب منتخب مصر كارثه سودا، كارثه. بص على الجون الاولاني والتاني كده، ايه ده، في ايه؟ تعديل العاده قاعده بتحلق. انت الكوره بتتقطع من منتخب مصر خلاص بقى في كارثه في نص الملعب. نص الملعب فاضي، مفيش حد بيضغط على اي حد، محدش بيضغط على اي حد خالص. انا عايزك تجيب لي كوره واحده النهارده شفت فيها محمد النني بيضغط على حد، ومش هشيلها للنني بس، يعني ما هو الراجل يعني طلب منه حاجات مش في قدراته، مش بتاعته. محمد النني رجليه مش في الملعب. محمد النني بقاله تقريبا سيزون كامل قاعد احتياطي في ارسنال، فما ما يجيش العبه في اجواء زي دي في افريقيا في رطوبه عاليه، زي ما كان مصطفى محمد بيتكلم بعد الماتش، قال لك الرطوبه عاليه جدا، والرطوبه كانت عاليه جدا، والرطوبه العاليه دي لازم يكون في لاعب رجليه في الملعب. يعني انت اصلا في الرطوبه دي المفروض قدراتك البدنيه بتقل حوالي 50%، فانت لازم تكون رجلك في الملعب. ما ينفعش يكون عندي لعيب زي مروان عطيه بيقدم مستويات هايله مع النادي الاهلي وانا كابر ولاعب النني عشان بس هو قاعد يحتفي في ارسنال. ما هي مش كده يعني. ما هو لو كده كوكا ده مثلا في المنتخب 2013 بتنزله النهارده تحب بيه، انا مش عارف. يعني انا مش فاكر لكوكا ده هدف واحد مع المنتخب، اقسم بالله العظيم ما تذكرش مثلا ان هو ممكن يكون جاب 3 اجوان على بعض، 4 اجوان مع المنتخب من 2013 لحد النهارده. 10 سنين مع منتخب مصر ما قدرش يحجز مكان اساسي كمهاجم من منتخب مصر، وواخده معاك ليه؟ عشان هو محترف بره، بيلعب عارف في نادي ام بالله اليوناني البرتغالي اي خرا، فاهم؟ بس انت واخده معاك وخلاص عشان محترف. طول ما احنا بنعمل كده لا، يعني هي الاختيارات من الاول كان فيها مجاملات كتيره جدا. يعني محمد شريف كان يلعب على كوكا، يكون هو البديل الثالث لكوكا. كهربا عندك قاعد وفت، منزل لي كوكا برضو يلعب مهاجم تاني جنب مصطفى محمد، ليه؟ انا دي برضو انا ما فهمتهاش. انت منزل كوكا هابب ايه؟ واحد بقاله 10 سنين في منتخب مصر ولا 11 سنه في منتخب مصر، اقسم بالله ما فاكر له اي بصمه في المنتخب. مع كامل احترامي ليه، يعني ما تاخدوش على المستوى الشخصي، لكن هو على مستوى منتخب مصر يعني ما اضافش اي حاجه لمنتخب مصر في 10 سنين او 11 سنه. ما عملش حاجه لمنتخب مصر اقسم بالله العظيم، ولا هيعمل حاجه للبطوله دي. فانت منزله يعمل ايه؟ ما انت عندك الراجل كهربا جاهز مع منتخب مصر، عايز تنزل مهاجم تاني نزل كهربا يا سيدي. انا ما شفتوش اي بصمه مع منتخب مصر كوكا والله العظيم. وبرده الراجل كان مصمم يضم، اقسم بالله ما اعرف هو بيلعب فين دلوقتي، بس هو على طول يا برتغال يا برتغال يا يونان يا مش عارف. ماشي يا سيدي، حتى الراجل لو متالق بره، هو مش متالق بره عشان بس نبقى متفقين مع بعض كده، لكن انت لما تشوف السي في اللاعب ده مع منتخب مصر في 11 سنه عمل ايه؟ ولا حاجه. طب انت ضمه ليه؟ عشان هو محترف بره. وبيلعب ليه؟ عشان هو محترف بره.
لكن لعيبه جايه من بطوله كاس عالم للانديه ومفشوخه طول الموسم، دوري افريقي ودوري ابطال اوروبا او سوري ودوري ابطال افريقيا ودوري، وعارفه كل خوازيق افريقيا وبتلعب في اجواء اوسخ من كده في رطوبه، لا خليها قاعده احتياطي. يعني انت لعيب محلي، انت هتهزر؟ يعني هلعبك يا مروان عطيه وقاعد النني؟ ايه يا عم انت جاي تهزر؟ هلعب كهربا وقاعد كوكا؟ ده راجل بيلعب في البرتغال يا عم، ولا مش عارف بيلعب فين. لا الموضوع سيء جدا، الموضوع سيء فوق ما تتخيل. محمد صلاح النهارده برده كان عليه علامات استفهام كبيره جدا. كان بيأدي الشوط الاولاني كويس، لكن واضح جدا ان هو بدنيا مستواه قل الشوط الثاني مع الرطوبه يا سيدي. ماشي. زيزو بص بقى شوط معلمين في نص الملعب، زيزو عمال يشوط، حمدي فتحي عمال يشوط، اي حد عمال يشوط. كل ده كوم بقى يا معلم. تعال نتكلم بقى على ايه خط دفاع منتخب مصر. محمد عبد المنعم، والله يا ابني نصيحه لوجه الله تعالى، لو ما بطلتش تتكبر على الكوره انت عمرك في الملعب هيبقى قد كده. انت مدافع لا غبار عليك، محدش يقدر يقول ان انت مش احسن مدافع داخل قاره افريقيا، بس لما بطلتش تتعالى على الكوره وتكبر دماغك في بعض الكور وتكسل في الضغط والضغط العالي كمان، والله العظيم عمرك في الملعب هيبقى قليل قوي. مش كده يعني، لا يعني انت واقف بتحلق طول الماتش في بعض الكور، انا شايف في تعالي ابن لذينه. ليه يا حبيبي؟ انت بتلعب في بطوله كاس افريقيا، انت ما بتلعبش المصريه للاتصالات يعني. في يا عم مالك؟ حجازي مؤخرا ما اعرفش في ايه برضه. حجازي تحس برضه ان هو ما فيش تناغم بينه وبين عبد المنعم خالص في خط الدفاع. محمد حمدي بيحلق، والله العظيم انا ما شفته ضغط على كوره واحده، بيحلق. وبعدين اللي كنا بنتكلم فيه برضه الضغط العالي بتاع منتخب مصر اللي كنا بنتكلم فيه، لو انت برضه هتخش تشوف الفيديو اللي احنا كنا عاملينه على مباراه تنزانيا الوديه، قلت انا منتخب مصر مش بيضغط ضغط عالي. يعني منتخب مصر يعني كان من ضمن المزايا اللي شفتها للاهلي وعجبتني في كاس العالم للانديه، وخصوصا مباراه الاتحاد السعودي، اتحاد جده السعودي، لا شفت الاهلي بيضغط ضغط عالي. طب انت فيتوريا، ما انت عندك ماتش زي ماتش موزمبيق ده، انت تفضل تضغط عليهم ضغط عالي، غلط يا باشا هات لك جون واثنين وثلاثه. مباراه تنزانيا ما شفتهاش، وفريق مع كامل احترامنا ليه هو فريق قليل. النهارده المفروض ان الفريق ده فريق قليل، اضعف فريق عندك في المجموعه. مفيش اي ضغط، مفيش ضغط من اساسه، ولا عالي ولا واطي بقى. مفيش ضغط اساسا، مفيش ضغط اصلا. يعني لا مفيش ضغط من لعيبه منتخب مصر. انت سايب لهم نص الملعب يا باشا، وسايب لهم عادي جدا يحضروا عادي جدا ويلعبوا على الناحيه الشمال عادي جدا بتاعتك، وعرفوا ان انت عندك مشكله فيها فابتدوا يلعبوا عليها بشكل كويس جدا، وقدروا ان هم يسجلوا منها جون واثنين. يعني الجون الثاني ده كان من الجون الاولاني عفوا كان من ناحيه الشمال، الجون الثاني طبعا من يعني الكره ملعوبه ثرو باص عادي جدا صباح الفل بين 4-5 لعيبه عادي جدا، وحجازي يضغط ما يعرفش يجيبها، ومفيش حد في نص الملعب يقطع الكوره. صباح الفل، صباح الفل قوي يعني. مش عايز ازود الموضوع يعني، بس انا برضو عايز اتكلم على فيتوريا شويه. تغييراته النهارده كانت بدري شويه عن كده، مش عيب ان انت تاخد القلم ده في اول البطوله يعني، عادي يعني. كويس ان هي جت في ماتش زي النهارده، والحمد لله ان الفار انصفنا في الكوره اللي ما اعرفش الحكم قاعد يبص فيها 10 دقايق ليه. الكوره ضربه جزاء بينه يعني كوره مصطفى محمد دي ضربه جزاء بينه، ما اعرفش الحكم كان يعني مزرجن دماغه فيها ليه. بس ما علينا، محمد صلاح الحمد لله ما كان يعني كان هيضيعها، بس الحمد لله دخلت جول. و2-2 مع كامل احترام لمنتخب مصر، انت لا تستحق يا باشا اكتر من النقطه ده، الحمد لله يعني. فالقلم اللي جه في الاول ده تمام، بس فيتوريا محتاج يتعلم اكتر من حاجه. لازم يكون في تغيير شامل لشكل منتخب مصر قدام غانا اللي هيبقى ماتش يوم الخميس. المفروض ان هي مباراه صعبه جدا عن المباراه انت لعبتها دي، كده كانوا بيسخنوا يعني. فلازم يكون في تغيير شامل لشكل منتخب مصر. لازم يكون في عندك نص ملعب اقوى من كده شويه، متماسك عن كده شويه. لازم يكون في تعنيف كبير جدا للاثنين السيرد باكات بتوعك، سواء حجازي او عبد المنعم، خصوصا عبد المنعم لان في بعض الهفوات اللي بحسها بيتعالى فيها على الكوره شويه. محمد حمدي انا مش عارف هل هو اللي هيكمل ولا فتوح، بس انا شايف فتوح لازم ياخد فرصه، لان انا حاسس يعني محمد حمدي ما اعرفش يعني، كنا على طول بنقول محمد حمدي دفاعيا اقوى من فتوح. اللي حصل النهارده اثبت العكس تمام. يعني محمد حمدي النهارده كان تايه في الملعب خصوصا على المستوى الدفاعي. امام عاشور ياخد اكتر من كده شويه. مروان عطيه لازم يكون موجود في نص ملعب منتخب مصر.
التوهان بقى اللي انت عامله بين زيزو ومحمد صلاح مين يلعب مكان مين، انا ما حسيتش التوهان ده فاد المنتخب في حاجه. يعني محمد صلاح شويه يلعب في النص وزيزو على ناحيه اليمين، شويه يلاقي زيزو في النص ومحمد صلاح على اليمين. انت كده مش حلو، انت كده مش روش، انت كده التوهان ده ما حسيتش فيه باي ملمح خطوره او اي شبحنه وصياعه كرويه شفتها بصراحه يعني ما حسيتش ان التنويع ده يعني هو اللي فات منتخب مصر قوي. بالعكس انا حاسس الاثنين بيطقشوا في بعض الاثنين. تريزيجيه لازم يتخلص من يعني من ضمن مزايا تريزيجيه ان هو كان بيرجع يدافع. تريزيجيه النهارده ما شاء الله يعني كرة الجون الثاني دي انا ما اعرفش تريزيجيه فين، يعني مين بيضغط مع محمد حمدي ما اعرفش. فتريزيجيه برضه عنده علامات استفهام كبيره جدا في التغطيه الدفاعيه بتاعته. محمد صلاح كده ما بيرجعش يدافع. عمر كمال عبد الواحد لما نزل عمل شكل شويه للمنتخب. محمد هاني برده ما شفتوش النهارده، يعني ما اعرفش اقول كويس ولا وحش، ما حسيتوش النهارده. بس الواد عدى منه واحده كده الشوط الاولاني كانت الله اكبر الله يعني. انا شايف المنتخب مصر لازم يكون في استعداد كبير جدا لمباراه يوم الخميس قدام غانا ان شاء الله يا رب. يعني ربنا ينفخ في صوت المنتخب واحس ان في منتخب جاي ينافس على بطوله افريقيا مش جاي يتدلع، لان بالمنظر اللي احنا شفناه ده المنتخب هيخرج مش هقول لك من الدور الاول بس هيخرج من دور ال 16. يعني انت ممكن تصعد، يعني انت بالمنظر لو كملت بالمنظر ده تخرج من دور ال 16 بكتيرك قوي، يعني تبقى ربنا كرمك اول خرجت من دور ال 16. بلاش تعالي الله يستركم، بلاش تكبر اللي كان نافع الناس اللي قبلكم ان الناس دي كانت على قلب رجل واحد. ومن ضمن المزايا بتاعت الناس دي والحاجه اللي مش شفتهاش النهارده هي الروح. مفيش روح مع منتخب مصر تمام. يعني بعد ما دخل فينا الجون الاول والثاني والله العظيم ما حسيت ان في لعيبه هز، ما حسيتش باي رد فعل منتخب مصر. فارجو ان الصوره دي كلها بالكامل كده تتغير ان شاء الله في مباراه غانا، وان شاء الله يكون ده الالم او الحاجه اللي تفوقنا عشان نعرف نكمل في البطوله ان شاء الله ونكون اصحاب البطوله. السلام عليكم.